بكل أسف فشل كبير جدا لمسلسل الكبير قوي الجزء الثامن اللي بيتعرض في رمضان واللي اتعرض منه تلته تقريبا لحد الآن. المسلسل ما قدرش يرسم أي ابتسامة أو بهجة على وجوه المشاهدين، وكل الإفيهات اللي فيه وكل المشاهد اللي فيه تحس إنها متكررة ومتعادة قبل كده في الأجزاء اللي فاتت. بكل أسف المسلسل السنة دي ما قدمش أي جديد ولا أي حاجة خالص. تحس ان انت بتشوف ملخص للسنوات السابقة، مفيش اي ابداع ولا اي جديد، رغم المحاولات المستميتة من بعض الفنانين فيه لتقديم اي شيء يرسم بهجة او ابتسامة او اي شيء يحسسك انك بتتابع مسلسل جديد وجزء جديد. الكبير او السنة دي فشل كبير، واعتقد ان الجزء الثامن ده هيكون نهاية المسلسل بشكل كامل ومش هيتعمل منه اجزاء تاني، لان تقريبا مفيش سيناريو ولا حوار ولا قصة انكتبت وتحس ان كل ممثل من الممثلين بيرتجل في هذا الموسم. مفيش اي جديد، ما تحسش انك بتتابع حاجة جديدة بتتقدم لك السنة دي. بكل اسف لما المسلسل ما تقدمش لعدة سنوات وبعدين رجع في الجزء السادس، الناس كانت مشتاقة ليه وكانت نفسها تشوف حاجة جديدة، فتم التعاطف مع المسلسل وكانت الناس فرحانة بيه قوي. لكن بكل أسف الجزء السابع والجزء الثامن اللي بيتعرض الآن خيب آمال المشاهدين بشكل كبير جدا في المسلسل. ولكن الجزء الثامن كمان بالذات اللي بيتعرض دلوقتي يعتبر أسوأ جزء في الثمان أجزاء دي بشهادة كل المتابعين للمسلسل اللي كان عندهم أمل إن مسلسل الكبير قوي الجزء الثامن يعوض الجزء السابع واللي حصل فيه. لكن بكل أسف حتى الآن وبعد ما مضي تلت رمضان الجزء الثامن كمان بيعتبر أضعف من الجزء السابع وما بيقدمش أي شيء لافت للنظر. فشل كبير جدا. بكل أسف أحمد مكي في الجزء ده خيب أملنا، بيقدم شخصية حزلقوم بشكل كبير جدا جدا وهو يعتبر بطل المسلسل السنة دي. ولكن بكل أسف كل إفيهاته وكل الحاجات اللي بيقولها قديمة قوي وانهرست قبل كده وقالها 100 مرة، ما بتضحكش وما بترسمش ابتسامة. بكل أسف المسلسل من الآخر خيب أملنا وياخد 2 من 10 بالكتير خالص في تقييمات رمضان لهذا العام. رجاء الاشتراك في قناتي وتفعيل الجرس. شكرا.